أينما كنتم ومهما حاولتم التواري عن الأنظار فسنجدكم وسنقوم بضبطكم وبتطبيق القانون عليكم. هذه رسالة واضحة من وزارة التجارة والصناعة إلى المخادعين من التجار، أوضحها رجال الرقابة التجارية بضبطهم لمصنع متخصص في غش مواد التنظيف وتعبئة منظفات قليلة الجودة بعلب وصناديق يتم صنعها محليا تحمل علامات تجارية معروفة. فريق وزارة التجارة توجه إلى الموقع بعد حصوله على معلومات حول المصنع، وبعد مراقبة طويلة للعاملين فيه أتيحت له الفرصة لمداهمته وضبط العاملين متلبسين، لتتم مصادرة مئات الصناديق من المواد المنظفة المجهزة للانتشار ولتلويث السوق بعلامات تجارية مزورة. ياخذون الصابون من انواع رخيصه موجوده بالسوق ويعلبونها مثل ما احنا شايفين في علب خاصه لماركات عالميه معروفه يرغبها المستهلك، فياخذون يستفيدون من فارغ السعر ويبيعون داخل السوق. حوالي 500 كرتون انتاجهم اليومي، هذا باليوم ينتجون الكميه هذه ويصدرونها مباشره للسوق. المشكله ان مراقبتنا للمكان هذا لفتره طويله ما لقيناهم يفتحون البيبان او يحمل او كذا، فيجي في اوقات معينه ما يكون في احد موجود داخل المنطقه ويتم تحميل وبيع البضاعه داخل السوق المحلي. التاجر المخادع يبحث دوما عن الكسب السريع، لذا فإنه يقوم بغش السلع السريعة التسويق والبيع. وكما لاحظنا في هذا المصنع فإنه تخصص بصنع الأحجام الصغيرة فقط من مواد التنظيف لسهولة بيعها في أسواق الجملة ومحلات البقالة. أما العلب الكبيرة فإنه من الصعب بيعها إلا في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق المركزية، الأمر الذي يعد مستحيلا بالنسبة للتاجر المخادع نظرا لوجود الرقابة في تلك الجهات والاعتمادها الشراء من الوكلاء الرسميين. المنتجات هذه عادة ما تدخل الأماكن المعتمدة مثل الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية الكبيرة أو مثلا الأماكن المعتمدة أو من الوكيل، أكيد لا. هذه توزع على الأماكن، البقالات اللي على الشارع، البقالات المحلية اللي تكون دور الرقابة عليها أقل أو ملاحظة العاملين فيها أقل. يعني يختلف لما أنا أحطها في جمعية تعاونية، في مراقب سوق، في مدير سوق، في مدير رف، في الأمور هذه قاعد يتابعون أول بأول. ثاني شيء في تفتيش دائم ودوري عليه، في أكثر من جهة تفتش عليه، حتى الوكيل متواجد في المكان هذا ممكن يلاحظ سلعته. بضبط هؤلاء التجار المخادعين فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم بحماية التجار من الغش التجاري بمثل ما تحمي المستهلك، فانتشار السلع المغشوشة تحت علامات تجارية معروفة في السوق من شأنه أن يفقد المستهلك ثقته بتلك العلامات التجارية بسبب عدم حصوله على الجودة المطلوبة من تلك السلع مقابل السعر الذي قام بدفعه، ما يسبب خسائر فادحة للتجار أصحاب تلك العلامات المرخصة. فوزارة التجارة والصناعة تحول دون وقوع الخسائر لكلا الطرفين بقيامها بواجبها الرقابي، إلا أنها تطلب دوما مساعدة التاجر والمستهلك على حد سواء في الاستدلال على المخادعين من التجار والإبلاغ عنهم مهما صغر شأن السلعة.